كلبك يبقى كلب شرس. صفات الكلب الشرس، الكلب الشرس بيتأهل من وهو صغير انه يبقى شرس. مش بنجيب كلب وهو كبير بنفضل نقرص فيه ونعضعض فيه ونجلد فيه. الكلب بيؤهل ان هو يطلع قائد. ازاي برضه هنعمل كده؟ تعالى هوريلك. ستوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مدحت الحسين ودي قناة مستر هوجو. النهارده يعتبر أول حلقة لينا طويلة على اليوتيوب. الحلقة فيها جزء تعليمي، جزء خاص بالمسابقة للناس المهتمين بالجر وخان، وهنتكلم ازاي نبدأ تدريب مع الكلب من قبل ما تجيبه أصلا. هكلمك على الشخصية المناسبة للموضوع. لبس كلبك خناقة أو طوق علمه يحبها. قبل ما تلبسه ليش عرفه يعني إيه ليش وبيعمل إيه. قبل ما تبتدي تخرج كلبك بره البيت عرفه يعني إيه بره البيت. قبل ما تقعد كلبك جوه البيت عرفه يعني إيه بيت. ما تفضلش يعني بلاش كلنا نفضل نلوم على الكلاب، لان المشكله فينا احنا اللي هنتسال. فعلم كلبك تعلموهن مما علمكم الله. علمه وبعد كده لومه. ما ترجعش تصوت وتشتكي، او ما تجيبش كلب الله يبارك لك. وخلي كل حاجه للناس اللي هتعرف تتعامل معاها. اتبسط بكلبك وخلي كلبك يتبسط بيك. خلي المرحله دي تبقى احلى مرحله في عمره. الكلب عمره قصير، اهتم بيه او ما تجيبهوش وسيبه للي هيقدر يعمل كده. من اهم الحاجات اللي هتعلمها لكلبك وانت بتدربه او علشان تبدا تدربه اصلا، انه يعمل فولو للتريت او يتابع التريت او يتعلق بالحاجه اللي انت بتكافئه بيها دايما. ولازم الحاجه تبقى دايما محفزه الكلب. لو الكلب فقد الشغف انت مش هتعرف تعمل معاه اي حاجه. تعالى اقول لك ايه هي ادوات المدرب، او ايه هي الحاجات المطلوبه منك عشان تقدر تدرب كلبك بنفسك. هي حاجات سهل يعني موجوده عند اي حد، بس في نفس الوقت مش سهله. رقم واحد، او تعالى اقول لك ادوات المدرب على بعضها. يبقى عندك عينين، يبقى عندك ايدين، يبقى عندك صوت. عينين هنشوف بيها الكلب ونشوف تصرفاته ونقدر نصححها، وايدين للتنفيذ، وصوت للتوجيه. دول الثلاث حاجات الاساسيين. يعني بيتهيألي ان احنا كلنا عندنا الثلاث حاجات دول. فالموضوع مش صعب خالص لو تابعتوا كل اللي هيحصل. انا بوعدك وعد ان انت مش هتطلع من الصفحه دي لما ننزل فيديوهات طبعا ان شاء الله غير وانت اشطر من اي حد بيقول على نفسه مدرب. واعتبره ده تحدي. يلا نشوف خان. الاستاذ متحفز جدا، عايز اللي في ايدي. لازم نستغل الموضوع. وبالمناسبه خان كلب جيرمان شيبرد عمره 4 شهور. هديه المسابقه اللي ان شاء الله ربنا يبارك لصاحب النصيب، مع اني اتعلقت بالكلب جدا فعلشان كده اكيد هشوفه على طول وهكمل تدريبه على طول. وخان كلب عنده مشاكل الحمد لله وابتدى يتعافى منها تماما، بس هو لسه حركته مش انشط حاجه او مش احسن حاجه. فتعالوا نشوف الكيس دي هنتعامل معاها ازاي، هنبتدي نوجهه ازاي، هنبتدي ندربه ازاي، ايه اول الاوردرات واهم الحاجات اللي هنعملها. رقم واحد، بنعلم الكلب ازاي يعيش، وبنعلمه ازاي يلبس اداه زي دي. سواء بقى طوق، سواء خناقه، سواء. المهم ان الكلب بيبتدي يتعلم ازاي يعيش معانا بطريقتنا باسلوبنا بما يتناسب معانا ومعاه. نوفر للكلب البيئه المناسبه ليه، ان هو يبقى عنده مساحه بيتحرك فيها. اول كام يوم في حياه الكلب في البيت بتسيب الكلب بيتعامل عادي. الحاجه الوحيده اللي بتحاول مش تكنترولها انك توجه الكلب فيها هو موضوع الحمام عشان ما يطلعش عينينا. يعني الموضوع بيبقى صعب قوي على الكل، ودي بتبقى اكبر مشاكل الناس وهي بتربي. لو عايز تعرف عن موضوع الحمام اكتب لي في الكومنتات وهكتب لك وهقول لك ان شاء الله، او هنعمل عنه حلقه نتخلص بيها من الموضوع ده تاني. رقم اتنين، ازاي هنربي الكلب صح علشان فكره الانكزايتي او انفصام او صدمه الانفصال، او صباعي اتقطع، او صدمه الانفصال. كلبك يبقى طالع قويم، يعني هو بيحبك وكل حاجه ومعتمد عليك وكده، بس مش انت. يعني مش غيابك ما ياثرش عليه، ما يحصلوش صدمه انفصال ان هو يبقى مزعج ويضايق الناس وحاجات من هذا القبيل كتير. الكلام ده كله هنعرفه مع بعض بالتفاصيل. هنتابع الحاجات اللي جايه كلها ان شاء الله. هحاول اصور على قد ما اقدر لان بقالي كتير بحاول اعمل كده بس ما بعملش كده. هنشوف خان ان شاء الله لمده اسبوع تقريبا تدريب قبل ما هنديه لصاحبه الجديد وقبل ما يروح بيته الجديد. هنحاول نديله متدرب كامل الحاجات الاساسيه في حياه الجارو، اللي هي تدريبات الطاعه وان الكلب يبقى مؤهل للحراسه. ولو عايز برضو كلبك يبقى كلب شرس. صفات الكلب الشرس، الكلب الشرس بيتأهل من وهو صغير انه يبقى شرس. مش بنجيب كلب وهو كبير بنفضل نقرص فيه ونعضعض فيه ونجلد فيه. الكلب بيؤهل ان هو يطلع قائد. ازاي برضه هنعمل كده؟ تعالى هوريلك. ايه بوي. يلا هنبدأ مع بعض. اول سيشن في حياة خان، يعني هي مش اول سيشن قوي لاني هو بحكم العاده انا لما بتعامل معاه بطريقه مظبوطه شويه. فالكلب عارف اوردرات بالبادي لانجوج اوريدي، وده اللي انا هكلمكم فيه في الحلقه النهارده.
ان انت ممكن تعمل حاجات زي كده من غير ما الموضوع يبقى تدريب. انت لو تصرفاتك مع الكلب صحيحه وايديك مع الكلب بتتحرك صح وبتقدر توصل للكلب المعلومه المظبوطه زي كده، يعني انا هوريك حاجات من غير كلام. الكلب قعد، الكلب بيقعد، تديله مكافاه، الكلب عمل ست. الموضوع مش صعب ابدا، الموضوع تواصل مش حركات. هنكمل. انا الكلب لسه ما يعرفش يعني ايه داون. انا معايا تريت، تريت من اي شركه، اي حاجه كلبك بيحبها ممكن تبقى تريت. هنقول له داون، هو ما يعرفش داون، انا مش بخليه يمسك التريت. اول ما نزل اديتها له، الكلب عمل داون، ست وداون في 3 ثواني تقريبا. تعال نحرك الكلب. المطلوب من كلبك ان هو يبقى طول الوقت عايز التريت اللي في ايدك. المتعلق لازم يبقى شيء قوي والكلب بيحبه. تعال نحركه تاني كده. خن، كم. Hey boy. ما ينفعش كلبك ينام على بلاط. حاول تتصرف باي شكل ان ده ما يحصلش. السنه دي موضوع التهاب العظم كتير جدا. حاول تدير موضوع الميه، يعني ان الكلب ما يدلقش ميه، ان الكلب مش كل شويه يبقى مبلول. كلبك لازم يبقى ناشف في الشتاء طول الوقت علشان ربنا يسترنا علينا وعلى كلابنا كلنا يا رب. بص للكاميرا يلا. جود بوي. كده طالع معاك كويس عشان احنا نعلمه ازاي يصور بعد كده. جود بوي. داون، داون. يلا ست تاني. خوخة. جود بوي. كل ده يا جماعه دي وظيفه الايد، ملهاش علاقه بالصوت. احنا دلوقتي في مرحله الايد. بعد مرحله الايد بنبتدي نربط الايد بالصوت عشان الكلب يبتدي يتعلم الكلمه. خوخة. داون. جود بوي. يلا ست. بوي. جود بوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لو اتعاملت مع الموضوع بذكاء، لو عينيك اشتغلت صح وقدرت تشوف كل حاجه صح، هتبتدي تطبق كل المعلومات صح. انا مش عايز اطول عليكم في الفيديو ده اكتر من كده. خلينا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله هكلمك على ادوات التدريب، مش ادوات التدريب اللي فينا كبشر، ادوات التدريب من اول الخناقه لحد البدله وادوات العض وشغل البايت وورك. هنتكلم فيها بالتتالي يعني ان شاء الله ورا بعض. وهنتكلم وهنشوف خان واحده واحده، يعني هنوصل بيه لاعلى حاجه لجرو ان شاء الله قبل ما نوديه لصاحبه. اكتبوا لي في الكومنتات كتير عايزين تشوفوا ايه، واكتبوا لي برده كتير. انا مش عايز اطول عليكم الحلقه اكتر من كده. عرفوني ايه المواضيع اللي انتم مهتمين وايه المشاكل اللي بتقابلكم مع كلابكم، وان شاء الله هنلاقي حل للكلام ده كله مع بعض. والحل دايما بسيط، ما تصعبهاش على نفسك. افتكر الكلمه دي، ما تصعبهاش على نفسك، عشان هنا دايما في قناه مستر هوجو الموضوع هيبقى اسهل ما انت متخيل بكتير. علم كلبك الفولو. خلينا نبدا مع كلابنا مع بعض واحده واحده، وابعتوا لي النتائج وصلتوا بيها لحد فين. وان شاء الله كلاب كل متابعينا هتبقى في حته تانيه. يلا جيب بوي. لف شمال، لف شمال، لف يمين، لف شمال. جيب بوي. لف يمين. تعال نقولها له بالانجليزي. لف. طب بالعربي. رايت. طب بالمصري. يلا لف يمين، لف شمال. يلا بسرعة، يلا بسرعة. راح. ايه بوي. got it. Yes. Yes. اللي مستنيه تاخد خان، ربنا يكون في عونكم وحياة ربنا. خان انا كنت زارع بطاطا في الجنينه ورا كده. الله يرحمه، هو جايبها لي دلوقتي وبيقول لي انا لقيت البطاطا خلاص. برافو عليك يا خوخ. المسابقه يا جماعه تنتهي يوم الاحد. اخر حاجه للتفاعل وتنفيذ شروط المسابقه. اول حاجه هنخش نشوف الفيديوهات اخر فيديوهين على اليوتيوب كاملين،
وهنتابع كل المنصات، هنعمل لايك، هنتفاعل بالله عليكم من غير كومنتات مكررة ومن غير كومنتات من غير معنى. يعني لو أنت مش لاقي حاجة تتواصل بيها في الفيديو أو مش لاقي كومنت تكتبه ما تكتبش، اعمل لايك وما حدش يخش يكتب كومنتات كتير وينسى يعمل لايك. اللايك من أهم الحاجات، لايك كتير. عايزين نوصل الفيديو ده ل 19,000 ديشليون مليار لايك، أنا مش عارف إيه بس هما بيقولوا كده فأنا بقول زيهم. عايزين نوصل لكل الناس فعليا، واشوفكم على خير. انا مدحت الحسيني ودي قناه مستر هوجو. كل سنه وانتم طيبين.